بعد صفقتين كريستو وعبد العزيز يعقوبو، الاهلي بيفكر في مروان عطية لاعب الاتحاد وبيكثف مفاوضاته معاه. كمان الاهلي خلص لعيب سموحة خالد عبد الفتاح. ايه يمكن هي؟ نهائي الميركاتو لو دوت ما فيهاش هو اقوى اهراء ميركاتو. اعمل لايك يعني كان واشتراك. في حاجة تانية اكتر من كده الاهلي يقدر يعملها محليا؟ قليل، محدش عاوز يسيب لعيبته محليا. يعني حتى اتفاجئنا ان الاتحاد السكندري غير رايه في موضوع مروان عطيه. خالد عبد الفتاح الكلام ان هو جاي اعاره بنيه البيع. قبل اخر جوله في الدوري الاهلي يدفع 10 مليون جنيه ياخد بيهم خالد عبد الفتاح. وكمان حسام حسن هيروح مكان خالد عبد الفتاح. يمكن ده مكان ده، يمكن يعني الاهلي مش هيدفع فلوس مثلا وهيبعت حسام حسن اعاره. بس المفاجاه ان حسام حسن اعاره بنيه البيع. اعاره بنيه البيع دي معنى كده ان الاهلي مش عايز حسام حسن اصلا، او كولر مش مقتنع بحسام حسن اساسا. هو عموما حسام حسن ما عملش ليه اللي هو يشفع له ان هو يخليه مهاجم الاهلي الاول يعني. بس انا عارف حظ الاهلي، هيروح حسام حسن سموحه وهيتالق ويبقى هداف الدوري. نرجع نندم تاني ونقول ما هو كان عندك حسام حسن وكان عندك احمد ياسر ريان وكده. بالنسبه لمروان عطيه، مروان عطيه هو وسط ملعب. يعني يمكن الموسم اللي فات والموسم ده بيأدي بشكل كويس. بس هل مروان عطية يعني هو يعني عمرو السولية، علي ديانج، حتى حمدي فتحي، عمار حمدي؟ ما اعتقدش مروان عطية يعني كده اجمالا الاهلي الصفقات اللي عملها كريستو ويعقوبو فيهم الرمق. ليه بنقول فيهم الرمق؟ لان كريستو يعتبر حاليا هداف الدوري التونسي، ويعني في كلام كتير ان هو مستواه كويس جدا وكان في انديه عايزاه. اما بالنسبه ليعقوبو، يعقوبو 24 سنه، يعني السن بتاعه اللي هو السن اللي هو المستوي. حاجه زي اكرم توفيق كده في السن، يعني 25 سنه ده سن كويس. كمان لما تشوف يعقوبو وتبص على اداؤه، سريع، عنده ضربات رأس بيعرف يلعبها، رجليه حلوه على الجون، مش يعني مش شويت يعني ان هو يطلع قذايف، لكن الكوره مش بيشوطها والسلام. مش المهاجم البصمجي. فاكرين عماد متعب لما كان يركن الكوره يمين يركنها شمال، هو كده يحطها في سقف الجون. هو كده مش بصمجي. فدي حلوه في المهاجم. كمان محطه حلو ومهاري. يعني ايه مهاري؟ بيعرف يرقص ترقيصه والتانيه، يعني ده اخره ترقيصه والتانيه. مش اللي هو يعني ايه ميسي. لكن انا احب المهاجم اللي يرقص ويعرف يتصرف. يعني مثلا نبص مين، محمد شريف لما الكرة بتجيله لا ما بيعرفش يرقص. حسام حسن لما الكرة بتجيله لا مش بيعرف يرقص. فشادي حسين يعرف يرقص. هو يعقوبه نفس الكلام. كمان يعقوبه عامل شغل كويس مع فريقه في الدوري البرتغالي يعني في الفترة الأخيرة. جايب بتاع 8 تجوان تقريبا، يعني ده رقم كويس. وقبلها برضو كان مسجل معاهم وجاب في بورتو. لعب دوري درجة تانية، والسنة دي هو لعب دوري درجة أولى في البرتغال. فممكن دول اللي فيهم الرمق. لكن خالد عبد الفتاح، حسام ومروان عطية، أنا مش شايف إن هم يعني ميركاتو قوي أو كده يعني. هل هم أحسن مثلا من اللي في الأهلي؟ لا، أنا مش شايف إن هم أحسن من الأهلي. طب يعني الأهلي كان محتاج حاجة تانية. أنا شايف الأهلي كان ممكن لسه عنده هو فكره ان اللعيبه اللي تحت السن دي يقدر يستغلها. انت مسموح لك بثلاثه تحت السن. مسموح لك بثلاثه تحت السن. انت حاليا عندك تحت السن كام واحد؟ عندك لعيب واحد تحت السن اللي هو كريستو. لكن لسه ليك مسموح لك اتنين كمان. فانت جبت اللي هو يعقوب فوق السن. طب في اتنين كمان تحت السن، ما تحاول تجيب اتنين تحت السن وبرضه يبقوا محترفين. طالما مش موجود عندنا آه، يعني حد حتى ممكن تستغل. يعني مثلا انت عاوز تشوف واحد صغير في السن زي جilberto كده وتجيبه في الشمال يبقى بديل علي معلول. او كنت تشوف واحد صغير في السن تجيبه ارتكاز. لعيبه افريقيا في الارتكاز بتبقى كويسه زي اليو ديانج وكده. يعني نستغل الموضوع. في بقى حاجه حصلت امبارح اللي هو ماتش الزمالك واسوان. بعد ما الماتش خلص راح فيريرا بيقول لايمن رمادي يبقى العب كده قدام الاهلي وقدام الفرق التانية بتاعت الدوري. لا يا شيخ، والله العظيم كلام جد. طيب بعيدا عن ان انت مالك والكلام ده كله، بس هو انت كمدرب الزمالك انت بتقول كده؟ طب ما احنا نروح نقول لميدو ايه بقى؟ اللي اتغلب قدامك نروح نقول له ايه؟ ان انت اتغلبت ليه قدام الزمالك او اي فريق الاهلي اتغلب منه او يتعادل معاه او لعب قدامه حلو واتغلب من الزمالك، اروح اقول له بوريني بقى ادائك قدام الزمالك؟
سموحه دوت اتغلب من الزمالك 2-0 وتعادل معانا وطلع عنا، نروح نقول له هو انت لعبت ليه حلو قدام وحش قدام الزمالك وجاي تلعب قدامنا احنا كده ماشي؟ ايه ده؟ ما تلعب انت. وبعدين ده الكلام ده يتقال على الاهلي، فرق الدوري كلها بتغل قدام الاهلي، كلها بتغل قدام الاهلي، بس في منها اللي بيغل قدام الاهلي عشان هو ما بيحبش الاهلي، في منها اللي بيغل قدام الاهلي لان ده طبيعي. ما انت لما بتلعب ريال مدريد بيجي لك حوافز قويه قوي وعاوز تثبت نفسك، يمكن ريال مدريد ده يعجب بيك ويشتريك الاهلي بالنسبه لانديه مصر زي ريال مدريد كده، فبالتالي كل اللعيبه عايزه تلعب قدامه ماتش قوي لان الاهلي بياع، والماتش اللي هتلعبه قدام الاهلي قوي يخليك تروح الاهلي، يخليك تروح نادي تاني عشان بس انت جبت جون في الاهلي او فده يعني مقبول وطبيعي. لكن اللي مش مقبول ومش طبيعي ان جمال عبد الحميد يطلع يقول انا هراقب ماتشات اسوان وهشوف اسوان هتلعب حلو ولا مش هتلعب حلو في كل الماتشات اللي جايه، ايه الغل اللي بيلعبوا ايه يا عم ده؟ تراقب ايه؟ هم عملوا حاجه، مش هم عملوا حاجه حرام لا سمح الله؟ هم لا مؤاخذه عملوا حاجه يعني فعل فاضح؟ يعني اللي عملوه في الزمالك ده فعل فاضح؟ يعني انت كده بقى انت عايز تقول ان هم عملوا فيكم فعل مش كويس يعني بقى كده حاجه جريمه بقى؟ ايه عملوا ايه؟ فازوا عليكم ياه بس كده؟ فازوا عليكم؟ هو ده الفعل الفاضح اللي انت متضايق منه فبالتالي هتراقب اسوان عشان تشوف اسوان هتعمل ايه بعد كده في الدوري؟ كلام يعني كلام يضحك، كلام يعرفك العقليه، كلام يعرفك العقليه بس مش هنقول اكتر من كده. دي عقليه المدرب بتاعهم، ودي عقليه عضو مجلس اداره او حتى نجم سابق، دي العقليه. وبالتالي يعني الجمهور بيبهت عليه الكلام ده، الجمهور بيبهت عليه لما بيشوف المدرب بتاعه او المسؤولين بيتكلموا كده بيبهت عليه الكلام ده. حتى في الاهلي في ناس كده برضه ممكن يعملوا كده، بس الفكره ان الاهلي اداره الاهلي ما تطلعش تقول الكلام ده. يعني حتى لو جمهور على كده اداره الاهلي ما تطلعش تقول الكلام ده، ما تطلعش تقول هو ليه ده بيغل وده. واحد يقول لك ايه، طب ما هو كولر طلع قال انا ما شفتش في حياتي ماتش زي ماتش اسمه، اتقوا الله، اتقوا الله، عشان هو قال انا ما شفتش في حياتي ماتش زي ماتش سموحه اللعيبه بتقع كل 5 دقايق وكل 6 دقايق وكده. بيقصد ان لعيبه سموحه كانت بتقع وتوقع نفسها، ده اللي يقصده. ما قالش انا متضايق ان طارق عاشر لعب دفاع، انا متضايق ان الفريق اللي قدامي لعب دفاع، لا ما قالش كده. بيتكلم على الوقت اللي بيضيعوه الفريق اللي قصاده. فنتقي ربنا في الكلام، والراجل ما تحوروش كلامه وتلفوا الكلام بتاعه، ما كانش يقصد كده. موضوع كمان بتاع محمد فخري. محمد فخري عمل حركه اقل حاجه تتوصف بيها ان حركه مش ذكيه، حركه مش ذكيه. انت دلوقتي عارف ان الاهلي بينه وبين عبد الله السعيد، او بلاش يعني الاهلي بس، جمهور الاهلي بالتحديد بينه وبين عبد الله السعيد ما صنع الحداد. عبد الله ورمضان وشريف وكل الناس، كل اي حد بيمشي من الاهلي الجمهور اكيد ما بيحبهوش. تقوم انت بذكائك تبدل تيشيرتك او تروح تاخد تيشيرت عبد الله السعيد؟ ده انت لو خدت تيشيرت عبد الله السعيد بس وما نزلتش صورته بس وعرفنا من حقنا نزعل منك، فما بالك انك خدت تيشيرت عبد الله السعيد وبتنزل صورته وحاططها؟ انت يا ابني يعني هو الناس حصل لها ايه في دماغها؟ هو النت خلاص بوظ دماغ الناس؟ يعني الناس دي ما بقاش عندها تفكير؟ ازاي تعمل حاجه زي كده؟ ما طبعا يعني اجيب لك عيل من حضانه يقول لك لو عملت حاجه زي كده جمهور الاهلي يتضايق منك؟ هو انت يا محمد الفخري عندك رصيد اساسا عند جمهور الاهلي عشان تعمل كده؟ يا اخي ده انت لو لعيب عندك رصيد زي مثلا عمرو السوليه ولا محمد الشناوي وعملت كده الجمهور هيقلب عليك. وبص قفشه اهو لما بس لوى وشه شويه وما حبش يروح عند الجمهور، بص الجمهور عامل فيه ايه. تقوم انت اللي لسه اصلا ما طلعتش من البيضه في الاهلي وما عملتش حاجه تشفع لك تحط صوره عبد الله تيشيرت عبد الله السعيد وانت عارف ان احنا في مشكله بيننا وبين عبد الله السعيد؟ يا راجل